حبس تخيل معايا تكون مهندس عادي وشويه تلقى راسك خدام مع اخطر عصابه ديال المافيا في المكسيك، الكارتيل. بزز منك الا قلتي لا العائله ديالك غادي تموت. شنو تقدر دير؟ واش غتبقى خدام عندهم وساكت، ولا غدير بحال المهندس ديالنا اللي قرر يدير اكبر واخطر عمليه سرقه في التاريخ، يستحق 22 مليون دولار من قلب العصابه وفي نفس الوقت يهرب من البوليس الفيدرالي الامريكي الاف بي اي؟ معكم بلانات وقصص، بلاصه فين كنجبدوا الاسرار الكحله والقناه الغامضه اللي دازت في هذا العالم. اليوم غنعاود لكم على ثلاثه ديال المهندسين اللي لعبوا بالكارتيل والاف بي اي في دقه وحده. قبل ما ندخلوا في التفاصيل الصادمه، هبط دابا دير لايك، اشتراك وفعل الجرس، حيت هادشي اللي غتسمع دابا ما عمرك شفتيه حتى في الافلام. كلشي كيبدا نهار 31 نوفمبر 2010 في مدينه سان دياغو الامريكيه مع 43 دقيقه ديال الصباح. واحد خونا خدام في مكافحه ممنوعات سميتو ماركيس كان جالس حاضر التلفازه الحراريه، وشويه بانت ليه واحد الكتله حراريه كتحرك تحت الارض. السيد زوم مزيان وتصدم، هذه ماشي حركه عشوائيه، هذا راه نفق، وماشي اي نفق، هذا مشروع هندسي عملاق. العمق ديالو كثر من 12 متر، وفيه الضوء والتهويه والسكه حديديه كدوز من تحت الحدود ديال امريكا والمكسيك، والطول كثر من 600 متر. والمصيبه الكبيره، هذا النفق داز من تحت الجيش والحراس ديال الحدود الامريكيه لمده 6 شهور وما عاقبهم حتى واحد. شكون يقدر يبني هذا الشيء تحت الارض؟ الجواب عصابه ايرالون فيليكس، واحد من اخطر العصابات الكارتيل. خسروا عليه 2 مليون ديال الدولار وجابوا ليه اذكى مهندسين باش يبنيوه، وكل مهندس كان كيشد 50,000 دولار في الشهر، ولكن الفلوس بوحدها ما كافياش. المهندس ديالنا الرئيسي سميتو دياغو، هاد السيد ما جاش بخاطرو، الكارتيل هدوه بالعائله ديالو، يا تخدم غير العائله ديالك غتصفى ليه. دياغو كان كيخدم وهو ميت بالخلعه، حتى لواحد النهار وهو كيدير الصيانه بانت ليه واحد الشنطه ما مسدوداش مزيان. بحال الشنطه والقارزمه ديال الفلوس، كاش، دولارات، ماشي الالوفات، ملايين. 12 شنطه عامرين ب 22 مليون دولار ديال العصابه كيوجدوها باش يهربوها. دياغو شاف هادشي وسكت. نهار 4 نوفمبر 2010 داغو غتجيه مكالمه من ولد عمو اللي خدام في البوليس، قال ليه كلمه وحده، البوليس عاقت بالنفاق وغدا غتكون المداهمه. انا دياغو وقف ليه الدماغ، عنده ثلاثه الحلول، يقولها العصابه يسكت ويخلي البوليس يشدوه، والحل الثالث اللي ما يطيحش على بال العفريت. دياغو عيط لجوج مهندسين صحابو وقال لهم غدا بالليل قبل ما يدخلوا البوليس غندخلوا حنا نسرقوا 22 مليون دولار ونغبروا. الخطه كانت انتحاريه، خاصهم ينقلوا 480 كيلو ديال الفلوس من وسط النفق قبل ما يجيو الاف بي اي مع 10 ديال الليل، وبلا ما تعيق بهم العصابه اللي حاضره داك النفق. مع 8 ديال الليل دياغو دخل من جهه المكسيك بحجه انه غيقلب التهويه، وصاحبه هيكتور دخل من الجهه الامريكيه. دياغو بدا كيهز الشنطه جوج بجوج كيحطهم في ديك الكروسه ديال السكر وكيدفعهم لهيكتور. الفعل الاولى داز، الثانيه داز، كلشي كان غادي هو هذاك حتى وقعت الكارثه. Peserta juga sudah TKA semuanya. Rekan-rekan yang sudah dilintasi الراديو paling طرطق، belakang. الاساس ديال الكارتيل كيهضر. دياغو واش باقي لتحت؟ كاين شي صوت غريب. دياغو قلب وسكت، ولكن جاوب بالزربه، انا اللي تحت، كنقاد غير واحد الفرفره، كاين 20 دقيقه ونطلع. زربوا المهندسين كملوا الشنطات كاملين وصيفطوهم للجهه الامريكيه. دابا الفلوس وصلات فوق المستودع، ولكن كاين مشكل، وقع عساس واحد فوق ديال العصابه. هنا غيدخل المهندس الثالث لويس، مشى عند العساس حتى كيضحك معاه وعطاه قرعه ديال الشراب، ولكن ديك القرعه كان فيها منوب. العساس تخبط بالناس بحال الحلو. من بعد ثلاثه ديال المهندسين في 90 الثانيه هزو 22 مليون دولار لاحوها في كاميون، مسحوا كاع البصمات من النفق وزادوا مع الطريق. الساعه 9:45 كاميون غبر. الساعه 10 نيشان اف بي اي كيدخلوا مسلحين كيهرسوا البيبان كيدخلوا النفق، ولكن صدمه، نفق خاوي كيصفر، لا عصابه لا فلوس لا سلعه، بقاو غير شويه ديال التراب. الكارتيل حتى هما اصبح الصباح عاد عاقوا بالقلب، خسروا 22 مليون دولار وخسروا النفق اللي خسروا عليه تقريبا 2 مليون ديال الدولار. والاهم المهندسين غبروا من على هاد وجه الارض. شنو وقع لهم؟ كاين اللي كيقول هربوا لامريكا الوسطى، باسبورات مزوره، كاين اللي كيقول العصابه شداتهم وصفاتها لهم، وكاين نظريه صعيبه وواعره اللي راهم عايشين في امريكا براسها باسماء مزوره، كل واحد بحصه ديال 7 مليون ديال الدولار، عايش عيشه الملوك. اللي بغينا نوصلوا ليه في هذه القصه، العصاب صحاب ليها باللي الخوف والتهديد يقدر يشري الولاء، ولكن نساو بلي الانسان اللي كتهدو في العائله ديالو ما كيبقاش يخاف، كيولي غير يتسنى الفرصه المناسبه باش يدمر كلشي. هذه كانت قصتنا اليوم. الى وصلتي حتى لهنا هبط دابا دير لايك والاشتراك، وقول لي في التعليقات انت كنتي بلاصه ديالكم، واش تزعم تسرق الكارتيل ولا تخاف وتكمل خدمتك؟ غنقرا كاع التعليقات ديالكم. تهلاو.